أهلا بيكم في مطبخ وديدة. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة. إيه هي؟ كريم كراميل. تعالوا نشوف الطريقة. طريقة سهلة جدا ومش هتاخد وقت خالص، ربع ساعة وهتكون خلصت. هنجيب طاسة على النار، هنحط فيها نص كوباية سكر عشان نكرمله. كده احنا بنعمل الكراميل. طاسة عليها نص كوباية سكر وربع كوباية مية، ونسيبه على النار عشان يبدأ يتكرمل. وبلاش يتقلب بمعلقة خالص، يتقلب يعني تمسكي القلاية كده وتهزيها. بلاش يتقلب بمعلقة عشان السكر ما يتكتلش. كل شوية هنشوفه لحد ما ياخد اللون شوية غامق أكتر من الدهبي بشوية. أنا عن نفسي بحبه غامق، يعني ممكن أنت في الوقت ده خلاص تطفي عليه. أنا استنيت شوية. هو بالنسبة لي اللون ده كده تمام. بعد كده هنبدأ نعمل الكراميل. هنجيب لتر لبن، ويا ريت اللبن يكون لبن علب. بلاش اللبن اللي هو من عند البقال، بلاش عشان بيبقى فيه قشطة مش حلوة. خليها لبن علب. هنجيب بقى القالب ونحط فيه الكراميل اللي عملناه. قالب سيليكون، قالب صينية عادية، المتاح عندك. هنسيبه يبرد. بعد كده هنبدأ بقى نعمل ال الكريم. هنجيب 7 بيضات ونحطهم في الخلاط نكسرهم. البيض ده أنا متأكدة إنه طازة عادي، يعني عشان كده أنا باحط على طول. وعلى كل بيضة كيس فانيليا، لإن زفارة البيض يعني عارفة ما يبقاش ريحته مش حلوة، يعني الفانيليا هتخلّيه ريحته كويسة. وعليها نُص كوباية سكر، ونبدأ نضرب وضرب كتير لمدة تقريبًا 5 دقايق متواصلة. بعد كده هنجيب اللبن، إحنا سخّناه لمدة 3 دقايق. والخطوة دي مهمة جدًا، إن هو يتسخّن 3 دقايق، ما يبقاش من العلبة من التلاجة، علشان بيدّي طعم كريمي أوي وبيبقى دسم، غير غير لمّا بيكون ساقع من التلاجة. ونبدأ نضربه تاني. وهنا حصلت الكارثة. يا ريت ما تغلطوش الغلطة اللي أنا غلطتها. ما تحطّوش اللبن كلّه مرّة واحدة، شوية، شوية. كده بعد ما صلّحنا الكارثة اللي أنا عملتها، حطّيت شوية لبن شوية، شوية، وبدأت أضرب لمدة 5 دقايق زي ما قُلت لكم. وبعد كده هنبدأ إن إحنا نحط الكريم على الكراميل. لازم يتصفّى عشان لو في أي تكتُّلات، أي حاجة، ما ينفعش يتحط على طول كده، يتصفّى ويتحط في القالب. تمام. بعد كده هنبدأ نشيل بقى كل الفوم اللي فوق ده. لازم ما يتسابش، ما ينفعش تقولوا لأ هنسيبه. لازم يتشال عشان ده هو اللي بيخلّيه فيه زي فوارغ كده، فراغات، ما بيبقاش حلو. لازم كل الوش ده يتشال عشان يبقى تقيل. بعد كده خلاص هنجيب صينية ونحط فيها مَيّة، ونحط فيها معلقة خل، هي ما جاتش في الصورة. صينية أهي. صينية وحطينا فيها شوية خل، وهنحط القالب بتاعنا. وبعد كده هنغطّيه بفويل. ودي برضه خطوة مهمة جدًا، إن إحنا نغطّيه بالفويل، علشان لو حطيناه في الفرن كده على طول هياخد وِش، يعني الفرن من فوق هيخلّيه ليه وِش أحمر. فطبعًا الكريم كراميل ما بيبقاش وشه أحمر، بيبقى كلّه أبيض. فلازم نغطّيه وندخّله الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة ونُص. تمام كده، بعد ساعة ونُص طلع من الفرن. هتحسّوا إن هو لسه طري، عادي ما تقلقوش، هو بيبقى طري كده لإنه لسه مفروض هيجمد في التلاجة. فدلوقتي بقى خلاص يبرد شوية، ونحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات.
حطيناه، بعد كده هنبدأ إن إحنا نحطه في مَيّة شوية دافية عشان إيه يسيح الكراميل، وبعد كده نقلبه. قلبناه الحمد لله رب العالمين طلع حلو. هنبدأ بقى نمسح الطبق ننضفه. بُص شكله قد إيه جميل، تحفة، وطعمه فظيع، يا ريت تجربوه، على فكرة ما أخدش وقت خالص، وطعمه رهيب، والأطفال هتحبه أوي، أوي. نقطع قطعة عشان تشوفوه، متماسك وجميل، بُص متماسك إزاي، ما فيهوش أي فراغات، وطعمه حلو أوي، بألف هنا.